يا مساء الفل على متابعين القمر. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى هكون معاكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض مكرونه بشاميل. معايا مكرونه قلم. معايا نص كيلو لحمه مفرومه. وعملت بصل، قطعت بصل وفرمته في الكبه المريضه دي. انزل بقى بشويه زيت في الحله، وبعد لما يسخن يعني انزل عليه بالبصل، واحط عليه شويه فلفل اسود وملح، واسيبه يدبل ويتشوح. جبت بقى قرنين فلفل هضربهم برضو في الكبه. بصوا والله هي كبه كويسه و... وسريعه، بس مشكلتها انها صغيره جدا والسكينه بتاعتها تحت فمبتطولش الحاجه. هنا بقى كان البصل خلاص دبل، فهنزل بقى عليه بالفلفل واقلبهم يتشوحوا مع بعض، وبعد كده هنزل باللحمه. هفضل بقى اقلب فيها لحد ما لونها يتغير للون البني. جبت برضو طماطمتين هعملهم في الكبة. انا كنت عايزاهم قطع كده مهروسة كأنها مبشورة، بس هي طلعتهم لي صلصة فما اعترضتش. كانت اللحمة بقى خلاص إيه يعني اتدبلت كده او اتبلت ولونها بدأ يتحول للون البني. هبتدي بقى احط عليها التوابل بتاعتها. حطيت فلفل اسود وتوابل لحمة، بابريكا مدخنة، رشة قرفة. إيه حطيت حاجة في الاخر كده مش فاكراها. نزلت بقى عليها بالطماطم وقلبتها في بعضها ووطيت وغطيت عليها وسبتها بقى تستوي تتعصج مع نفسها كده. احضر بقى اللبن. انا معايا كيلو ونص لبن، وهحط نص شوربة، يعني كوبايتين شوربة. تمام. هحضر بقى دقيق، 8 معالق دقيق هعملهم بالمصفى. كنت مشغلة مروحة جنبي فعشان كده الحاجة كانت بتطير. شو قفلت المروحة اهو رجعت لكم. ابتدي بقى ندخله كده بالمصفى وانضف بقى مكان. احط بقى حله على النار. حطيت طبعا ميه من بدري للمكرونه عشان اسلقها، والشوربه كانت في الفريزر حطيتها تفك. واللحمه هنا نقلتها على العين الصغيره وسبتها بقى مع نفسها. جبت بقى حله كبيره هحط 8 معالق ماده دهنيه. احنا بنحط الماده الدهنيه قد الدقيق، فانا حطيت سمنه على زيت على زبده. عملت ميكس كده. ادي الزبده، دي زبده نيوزيلندي. نزلت بقى بالدقيق بعد ما السمنه قدحت. هقلبه بقى في بعضه زي ما انتم شايفين كده. ما كنتش قادرة اتحمل الحرارة بتاعة المية بتاعة المكرونة فغطيت عليها. بصوا هتفضلي بقى تقلبي فيه لحد ما الدقيق نفسه يستوي وريحته تطلع كده. بعد كده هنزل عليه بقى باللبن. انزل بايد واقلب بالتانية. اقلب بقى بسرعة عشان ما يكتلش. الحمد لله انا عمري ما فيه بشاميل كتل مني. هفضل بقى ايه اقلب 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 رج رج رج. نزلت بقى بالشوربة، كوبايتين شوربة، وافضل بقى اقلب فيه بسرعة على الوش ده. الدسامة بتاعت الشوربة كانت دسمة يعني. احط له بقى ملح وفلفل اسود، والاول مرة في حياتي احط بابريكا مدخنة على البشاميل. بجد بتوديه في حتة تانية، مخليها طعمه تحفة.
برضو مرقاية. كل شوية برضو افتح اللحمة واشوفها واقلبها وكده. هنا كانت المكرونة خلاص استوت، بتبقى ان انا اطفي عليها النار واصفيها. والبشاميل خلاص خلص وانا برضو قفلت عليه النار. جاهز حاجتي بقى على الرخامة. خدت البشاميل واخدت المكرونة. اشيل بقى الكتل خالص عشان اعرف اتعامل. بصوا البشاميل الكريمي ازاي. مش عارفه ليه المكرونه بتلزق في بعضها مع انها ملحقتش. انا معرفتش اقلبها في المصفى، فنزلتها في الحله بحيث ان انا اقلبها كويس واحط عليها بشاميل. فانا دلوقتي حطيت عليها كبشتين 3 كده بشاميل وهقلبها في بعضها بحيث ان المكرونه كلها تبقى متغلفه كده بالبشاميل وتبقى جوسي. عارفين الاكل الجوسي؟ الاكل الحلو بنقول عليه جوسي والوحش منه بنقول عليه لوسي. هحط برضو كام كبشايه كده بشاميل في ارضيه الصينيه عشان المكرونه ما تلزقش، وكمان برضو عشان تبقى جوسي زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى انزل بنص كميه المكرونه واسويها. بصوا انا عملت غلطه، انا عامله مكرونه كميه اكبر من اللي بعملها كل مره، فحطيتها كلها في نفس الصينيه. كان مفروض اعملها على صينيتين، بس ما اعرفش يعني انا يعني ما قدرتش اقدرها. مش عارفه ليه ماما قالت لي المكرونه هتبقى كتير على الصينيه، قلت لها لا، فطلعت كتيره بصراحه. في الاخر بقى حطيت الطاجن الفخار الصغير ده عملته، لان الصينيه دي ما كملتش، ما خدتش المكرونه كلها. بس كان طعمها لذيذ. جبت الطاجن ده زي ما انتم شايفين. هكمل الصينيه دي الاول خالص واخلص منها، وبعد كده بقى ايه ارجع اعمل الطاجن. بصي انتي بتحطي بين كل طبقه وطبقه بشاميل، يعني حطيتي بشاميل وبعدين مكرونه بعدين بشاميل بعدين لحمه بعدين بشاميل بعدين مكرونه بعدين بشاميل. بس انا كده خلاص خلصت الصينيه وعملت برضو الطاجن ده رصيته، واحط بقى البشاميل على الوش. خلاص دي اخر طبقه زي ما انتم شايفين كده. في حاجه بقى انا عملتها، قفلت الكاميرا ونسيت فعملتها ورا الكاميرا. جبت حته سمنه طبعا سايحه بالفرشه ودهنت الوش بتاع البشاميل عشان يحمر. طبعا كنت مولعه الفرن جنبي يسخن، حطيتها بقى في الفرن على الرف اللي فوق. خدت تقريبا تلت ساعه او ربع ساعه مش اكتر من كده. انا كانت خلاص استوت وطلعتها بقى من الفرن. اصلا بتبقى داخله كل حاجه مستويه دوب بتشمع، كانت بتبقبق. كنت بوريكم منظرها. وده الطاجن الصغير اهو. نبتدي بقى نقطعها مع بعض. عايزه اقول لكم كان طعمها خطر 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 بجد يا جماعه. اهم حاجه في الطبيخ النفس. ممكن اتنين يعملوا نفس الطبخه بنفس الخطوات وتطلع هنا بطعم وهنا بطعم تاني. ده النفس. بصوا هي طبعا عشان سخنه فعمرها ما هتطلع قطعه كامله، لازم هيكون في فتافيت جنبها. بس اهم حاجه الطعم. احنا كده كده مش تنزل قطعه كامله في بطننا يعني. بصوا الجمال. بصوا لي على الجمال والحلاوه. تسلم ايدي.